أهلا وسهلا بكم متابعي ومتابعات قناة أخبار عاجلة ماروك. شوفوا الكارثة والفاجعة الكبيرة اللي وقعت قبل قليل بمدينة مغربية. إنا لله وإنا إليه راجعون. فاجعة وبكل ما تحمله الكلمة من معنى. تفاصيل إخبارية عاجلة وصادمة وردتنا قبل لحظات من مصادرنا الموثوقة. بلا شك كلكم سمعتوا على الكارثة اللي وقعت بمدينة مراكش، والنتيجة كانت 6 ديال الضحايا واللي غادرونا إلى دار البقاء. ارتفعت حصيلة وفيات التسمم الغذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمحل بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة مراكش. ساندويتش تسبب في 6 ديال الضحايا بعد وفاة طفلة يوم أمس. كانت مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس استقبلات خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي ما يفوق 20 أو 25 واحد، وهذا الشيء ذكرنا لكم في الفيديو اللي فات أو في فيديو من قبل. قلنا لكم على أن 26 شخص استقبلهم المستشفى بمراكش في واحد الحالة حرجة بزاف، وفيهم اللي حالتهم كانت خطيرة بزاف. تناولوا وجبات في هذا المحل لتلقي العلاجات الضرورية، لكن حالتين لفظتا أنفاسهما الأخيرة. وعلى إثر هذا الحادث المأساوي أوقفت عناصر الأمن بالدائرة 20 بالمنطقة الأمنية المحاميد صاحب المحل والعاملين فيه، وحجزت عناصر الأمن بحضور لجنة من مكتب السلامة الصحية كمية من اللحوم الفاسدة المعدة لتحضير الوجبات السريعة ومواد غذائية منتهية الصلاحية. دخل حقوقيون على خط هذا الحادث المؤلم والمؤسف، مطالبين جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم، وأكيد المواطن المغربي هو اللي كيمشي فيها. استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما وصفته بتغاضي السلطات عن الرخص، ما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون أو في شروط تنعدم فيه النظافة. طلب هذا التنظيم الحقوقي بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام، مستغربا وجود محلات تبيع اللحوم الحمراء والكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق ب40% حتى 50%، ما يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها. فالله يرحم اللي غادرونا إلى دار البقاء بهذه الطريقة المؤسفة والمؤلمة، واللي العدد ديالها اليوم كينتهي ب6 وفيات، رحمهم الله والله يصبر الأهل ديالهم.